لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهو رضي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فكه جاي علينا بسرعة زو. تعالى يا كرم، الحقني يا كرم. في ايه يا عمتي؟ في ايه؟ مالها نيلي؟ معرفش، البت جالها تليفون وفجأة اترمت على الأرض وقطعت النفس. وما عرفتيش مين اللي كان بيتصل بيها؟ ما كنتش رامية ودني. يا نهار اسود، يكون التليفون اتكسر. وبعدين تلاقي جالها دور في مسلسل طبت ساكته من الفرحه. طب وبعدين هنسيبها مرمية كده؟ بس هي بتتنفس اهي يا عمتي. انت متأكد؟ ايوه اهو، في هوا خارج من مناخيرها اهو داخل اهو. طب روح ناولني بصلة. وهعدي الاقي بصل في الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ قلتوشيها بالقلم خليها تفوق. يا واد خلي عندك دم، انا قلبي هيقف من خوفي عليها. طب استنى هرش عليها شويه ميه. يا نيلي فوق يا بت، انت فوق يا بت، البيت بيتحرق يا بت، البيت بيتحرق. ايه ده؟ انا فين؟ في جنينه الأرمان. هتكوني فين يعني؟ ماشيه على السجاده الحمراء يا نجمه؟ ايه اللي حصل لك يا بنتي؟ وقعت قلبي. ايه ده؟ انا لازم اروح الاسماعيليه دلوقتي حالا. وانت عشان تروح اسماعيليه لازم يغمى عليك الاول ولا ايه؟ تستنى يا كرم، خلينا نفهم. ايه يا حبيبتي اللي حصل في الاسماعيليه بالظبط؟ ماما بتموت يا طنط، واحده من الجيران اتصلت بيا. وهتشوفيها ازاي؟ واخوكي منعك تدخلي البيت. ما هو ده اللي انا خايفه منه. الله، يعني ايه يمنعك تشوف امك؟ هتشوفيها غصب عنه على فكره. ازاي بس؟ انت ما تعرفش اخويا ده غبي قد ايه. لا، اذا كان هو غبي انا اغبى منه. يلا انزلي يا بت، يقوم يلا قدامي. انت بتطردني مني مكسوره الجناح. وانت كان عندك جناح قبل كده ولا ايه؟ انزلي يا بت يلا غير هدومك. هو ده وقته؟ بقول لك عايزه اروح الاسماعيليه. بقول لك ايه يا عمتي، انت لازم تقطعي علاقتك بالبت دي. اقطعها ازاي يعني؟ قطعيها. ما هو انا ما فهمتش برضه. لازم تقطعي علاقتك بالبت دي. طب هقطعها، بس انا ما فهمتش برضه. انت عايزها تغير هدومها ليه؟ قولي له يا طنط. انا كده هقطع علاقتي بيكوا على فكره انتوا الاثنين. اوعوا من وشي. انا بصراحه من ساعه ما شفت كرم وانا قلت الجدع ده ابن حلال. طبعا ده كفايه عمته ست نحمده، ست تحط على الجرح يطيب. مراتي بتحبها قوي. وشوف ربنا خد منه مراته وما فاتش ساعه وعوضه بمدام فريده. واي عوض؟ مدام فريده طول بعرض. اي نعم ابنها شقي حبتين، بس هو ياخد بحسه. يا جماعه يمكن الموضوع مش كده خالص. امال هيكون ايه يعني؟ واحده قاعده مستنياه في العربيه بقالها نص ساعه. يمكن هيوصلها في سكته. واشمعنى يعني عربيه كرم؟ ما احنا كلنا عندنا عربيات، ودينا متلقحين جنب متولي. يا متولي. ايوه استاذ عماد، نزل لنا طقم كركديه. حاضر. يا رب النيزك يفجرنا، خلينا نخلص من اللمه اللي ملهاش عازه دي. كل ده بتلبسي؟ يلا بدل ما نتحشر في الزحمه يا ست. خلاص انا جاهزه. وايه الشنطه دي كلها؟ ما انا قلت يمكن اخويا قلبه يحن ويخليني اقعد مع ماما. يا سلام، وانا هرجع لوحدي ولا ايه؟ يعني انت خلاص شايفه بيعزم عليا وبياخدني بالحضن. طب فوتي قدامي يلا. هو انت اتأخرت كده ليه يا كراميلتي؟ ده انا حمدت من القعدة في العربية. يوه، واضح ان مشوار الشيخ زايد ده حد باصص لنا فيه على فكره. يعني ايه الكلام ده بقى؟ هنأجل المشوار لبكره، ويا ريت نروح التجمع علشان خاطر انا اتشائمت من الشيخ زايد. بس انا خلاص عملت حسابي. لا يلا يا اموره، احنا عندنا مصالح يا حبيبتي. يلا. مين دي يا كراميلتي؟ دي واحده غلبانه بعطف عليها، بديها فلوس بالنقط، هوصلها لاهلها في دار الايتام. طمني عليك اول ما توصل يا كراميلتي. حاضر يا فروتي. ما تنزل تاخدها بالحضن احسن. خلاص يا بت. حاضر يا كراميلا. صباح الخير يا طنط. اهلا يا رشا. انا سمعت ان كرم خرج فقلت اجي اقعد معاكي. هي العماره دي مسمعه في بعضها كده ليه؟ تعالي يا حبيبتي تعالي، ناوليني يا ست البنات. مع اني مش عايزه اسيبها بس مش خساره فيكي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفي يا طنط، انا من ساعه ما ولدت وبوسينه في حضني. يعني انت ما استحمتيش من ساعه ما ولدتي؟ ولا حتى دخلت المطبخ ولا ليا نفسي اكل. تاري وشك اصفر زي الليمونه، ده اسمه كلام يا رشا. مش قادره اسيبها، اعمل ايه؟ انت عبيطه يا بت، امال هترضعيها ازاي؟ عايزه اشبع منها يا طنط، دي الحكايه كلها كام يوم. طب والبت ذنبها ايه؟ دي تلاقيها اتخنقت من ريحتك. قومي استحمي عقبال ما اسلقلك فرخه بلدي تقوتي نفسك بيها. طب ممكن اخد بوسينه معايا؟ هي مش عايزاكي اصلا، دي نامت في ايدي يا حبه عين. طب هغسل وشي في السريع كده. روح استحمي بلاش قرف. حاضر. بقول لك ايه يا كراميلا، احترمي نفسك بدل ما ارميكي على الدائري. انا قلت ادلعك عشان اهون عليك زحمه الطريق. الدلع ده ليه ناسه يا اموره. على رايك انا لا بعرف ادلع ولا اتدلع. طب اسحبي لي سندوتش من الشنطه لحسن ابتديت اسقط. ايه ده؟ انت حاطط مسدس في الشنطه؟ ايوه. انت ناوي تقتلني ولا ايه؟
انا قلبي كان حاسس ان الجدعنه اللي جات لك فجاه دي وراها مصيبه اكيد. اوعى تكون ناوي تتحرش بيا، لعلمك بقى ده انا لحمي مر. وانت عندك لحم اصلا؟ انت لحمك مستخبي جوه عظمك، انت مخليه يا ست. بص بقى، لو كان الشيطان وزك حاول تفهمه ان الكلام ده مش هيمشي معايا خالص. من فضلك بقى مفيش داعي للعنف والسلاح عشان خاطري. ولا بصي ولا شيطان وزني ولا بطني. ها خلاص، سلاح ايه يا جاموس ابيض انت؟ ده مسدس ميه. كلهم بيقولوا كده في الاول يا حبيبي. هم مين دول اللي بيقولوا؟ ما اعرفش، بس انت متاكد انه مسدس ميه؟ ايوه يا ستي. طب هو مسدس الميه ده بيستخدم في ايه بالظبط؟ ده عشان لما تركب معايا واحده رغايه ودماغها رايحه منها ارشها كده بالميه. ها ايه رايك بقى؟ لا خلاص انا هسكت خلاص. على فكره بقى، على راي المثل بيقولوا ان رش الميه عداوه معروفه يعني. انا مش قلت انك تخرسي؟ سوري خلاص هسكت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بقول لك ايه يا عماد، فرصه ان رشا قعدت مع ست نحمده، ما تيجي نروح نشتري سبوع بوسينه. بس انا سمعت ان اغلب المحلات قافله والحاجه بقت غاليه نار. اهو نجيب اي حاجه يعني، ان شاء الله حتى شويه ملبس. على رايك احنا محتاجين نفرح، قعدتنا بالشكل ده هتجيب لنا توحد. يلا بينا. خدوني معاكم، انا رجلي نملت من كتر القعده. طب ومين يعني هيخلي باله من العماره يا استاذ توفيق؟ يعني هي هتنقص دور في الساعه اللي هنروحها؟ يا متولي. ايوه يا استاذ توفيق. اقفل القهوه عقبال ما نرجع. حاضر. يا بركه الله، اخيرا اتزحزحوا من قدام العماره. تعال لم الكراسي دي يا صباح. لبن. الحمد لله على السلامه، اخيرا وصلنا الاسماعيليه. انت يا بنت ما بترديش ليه؟ ما انا خايفه ارد عليك تقول لي خراسي. ويعني انت قفلت بقك طول الطريق يعني؟ الحق عليا يعني ان انا خايفه عليك لا تسقط وانت سايق. بس انا ملاحظ كده ان الناس هنا عايشه حياتها عادي كده، واحد بيبيع لبن والتاني بينادي على قلقاس، هم مش عارفين ان في نيزك هيطربعها على دماغهم. اهل الاسماعيليه دول مكبرين دماغهم، معروفه يعني. بس واضح انها كبرت زياده عن اللزوم. شايف المدرسه اللي هناك دي مدرسه امون، مدرستي وانا في ثانوي. واللي هناك ده نادي الشراع، كنت دايما اروح انا وبابا كل يوم جمعه. يا ستي خلاص احنا هنقضيها 5 سياحه. الله يا بنت، انا جالي كالو في رجلي، ده غير الكالو اللي في دماغي منك. الله فين؟ انا تعبت. بيتكم فين؟ انت هتيجي على الاخر وتفايص ولا ايه؟ انت يا بنت بقى انت فين بقى؟ الله، اخر الشارع يمين. انا مش عارف ايه اللي ورطني في الورطه المهببه دي، ما كان زماني عماله اتشقلط دلوقتي في الشيخ زايد مع فروتي. انا خايفه قوي يا كرم. ايه نسيتي عنوان بيتكم ولا ايه؟ لا خايفه اخويا يطردني. انت معاك الصوره ليه في الموبايل؟ اكيد معايا. اتفضل بص. بقول لك صوره اخوكي مش صوره الغوريلا بتاعت صاحبه اخوكي. ما هو ده صلاح اخويا. انت متاكده ان ضلفه الدولاب ده اخوكي؟ ايوه، اصله كان بيلعب بوكس وهو صغير وباظت معاه لما كبر، وانت جاي تقولي المعلومات دي دلوقتي يعني؟ وقفت ليه يا كرم؟ انا بقول يعني تتصل بامك كده ونصلي ركعتين قبل ما نموت. على فكره انا بتهيألي نلف ونرجع. انا مش همشي من هنا الا لما ترمي في حضن ماما. ما هو انت هتترمي في حضن ماما وانا هترمي في حضن صلاح اخوكي، وساعتها مش هتلاقي حد يرجعك. انت لو ما اتحركتش دلوقتي انا هيغمى عليا، والناس دي كلها هتتلم عليك، واهل اسماعيليه زعلهم وحش، معروفه يعني. الهي يا رب تتسخت كلب اجرب بعيد. ها هو ده بيتكو؟ ايوه بيتنا. انتوا ساكنين في بيت خشب ولا ايه؟ دي فيلا يا ابني. فيلا ايه؟ كرتون دي ولا ايه؟ طب تلاقيها حاجه في العربيه لحد ما اندهل. حاضر، بس خلي بالك صلاح ده عصبي حبتين، لو كشم لك كشم له. طبعا، ما هو الكلام سهل. انت خسرانه حاجه؟ ناويين المسدس. انت هتقتله ولا ايه؟ ايوه ناويين ازازه الماء عشان اعبي الطلب. طب بقول لك ايه؟ اخرسي، انا مش عايز تتكلمي خالص. حاضر. مساء الخير. اهلا وسهلا. وفي حاجه بايظه عند حضرتك؟ لا ابدا. حضرتك الاستاذ صلاح؟ ايوه يا سيدي. وده بيتك يا استاذ صلاح؟ ايوه بيتي. والست الوالده موجوده معاك يا استاذ صلاح؟ ايه ده؟ انت مين وعايز ايه؟ انا الرائد كرم الخير مبسوط، رئيس مباحث امن الجيزه. ها ايه رايك يا استاذ صلاح؟ اتكرع تاني. صحه.